صباح الفل من مدينة السحر والجمال بورسعيد، العاصمة الثانية المقربة لقلبي. طبعا بورسعيد من الأماكن الجميلة جدا، وبالذات في فصل الشتاء بتتميز بجوها الرائع. أماكنها الجميلة التحفة، القطع اللي هي تحس إن أنت عايش بجزء من أوروبا. لأننا لما بتيجي نبص نرجع للتاريخ شوية بنلاقي إن أيام الاحتلال كان في أكتر من حد عايش هناك. طبعا مش هتكلم عن العصير، ومش هتكلم عن الاكل الحلو ولا المطاعم، لان الحاجات دي كتيره وجميله جدا جدا جدا. طبعا جبل الملح من الحاجات الجميله اللي لازم تروح تتزار هناك. بير فؤاد، معديه، منزل السادات الرئيس السادات الراحل، برج الساعه، منزل ليالي اورجانيك اللي هو بتاع المسلسل العربي، وغيره من الحاجات الجميله اللي هناك اللي ممكن تستمتع بيها. طبعا هناك الحلويات حاجه كويسه جدا، والاكل السمك طبعا هناك رقم واحد ممتاز. الفنادق كويسة جدا، في اكتر من مكان ممكن تقعد وتسهر فيه بشكل كويس، تحس بخصوصية هناك. بس للأسف الملابس الكويسة غالية جدا، او ما يعادل اي محافظة تانية. دي من جدو عزيز ده بيعمل حاجات حلوة قوي قوي، انا عجبتني حاجتين بيعملهم كده. بس معلش هو تمراية ومش عارف ايه، هم 4 اسامي كده انا نسيتهم معلش. بس الملابس غالية شوية، الأماكن مش المستعمل مش أحسن حاجة خالص، مش زي زمان. يعني اللي عايز يروح استجمام وفسح وخروج في الملاهي، في حتت كتيرة بنقدر إيه نستمتع فيها ونروحها ونتبسط جدا جدا. كفاية المشي على ممشى ديليسيبس بالليل، شارع التجاري والحميدي والحتت ديت. بير فؤاد وجمالها والمعدية الصبح وبالليل بيبقى ليها طعم تاني خالص. الناس كلها تروح وتستمتع وتغير جو، هتعجبكم جدا جدا. وفي الشتاء الميزة ان الاسعار جميلة جدا. اللي حابب يسأل عن اي حاجة انا موجود تحت امره، سيبولي التعليق في اسفل الفيديو وانا هقول لكم.